اليوم بنتكلم عن واحدة من أغرب وأخطر الحوادث اللي صارت داخل مسجد في العالم. حادثة صدمت العالم كله وخلت الناس تفكر مرتين قبل ما تدخل أي مكان عام. بسرد لكم بالتفاصيل كل شيء خطوة خطوة. مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا مدينة هادية ومعروفة بالنظافة والتنظيم والهدوء، والجريمة أصلا فيها قليلة جدا مقارنة بالدول الأجنبية الباقية، والمسلمين هناك أقلية صغيرة يعيشون حياتهم طبيعية والأمور طيبة. وفي كل يوم جمعة يتجمعون المسلمين في مسجد النور من جنسيات مختلفة، آسيويين وعرب وأوروبي، مهم أنواع وأشكال المسلمين. يوم الجمعة 15 مارس من 2019 كان يوم زي أي يوم عادي، وقبل الحدث بفترة كان الشخص اللي نفذ ذي الجريمة شخص معزول كذا يحب العزلة أكثر من أنه يعرض على الناس. اسمه برينتون ترنت أو ترانت أو شيء كذا. استرال الجنسية وانولد في عام 1990، وكان عمره في وقت الحادثة 28 سنة. في فترة من فترات حياته اشتغل مدرب لياقة، وكان يحب السفر مرة، ومن بعدها صار يسافر يعني أنواع وأشكال الدول. خلال ذي السنوات تأثر بأفكار متطرفة عن المسلمين، زي إنه يفجروا والكلام اللي يقولون علينا الأجانب فيه. فبعد فترة انتقل وعاش في منطقة اسمها كرنتيتيش أو شيء زي كذا، وكان زي ما قلت لكم يحب العزلة، ما يعيش مع الخلق، ما يخرج عند الناس. ففي وقتها راح اشترى أسلحة بطريقة قانونية، يعني إذا واحد نوى يشتري سلاح يشتري عادي. فاشترى بنادق ورصاص ومعدات للتصوير، لدرجة إنه حتى في أسلحته اللي اشتراها يكتب فيها عبارات متطرفة، ومن أشهرها زي حماية الغرب من الإسلام، تحرير أوروبا عن الهجرة، المهم شعارات كراهية للمسلمين والمهاجر. فالكابتن ذا درس مواقع المساجد اللي كانت في المنطقة دي، وركز خصوصا على مسجد النور، وزار المنطقة دي مرة كثير عشان يراقب. تعرفون عشان يراقب أوقات الصلاة متى يتجمعون البشر وذا، والمداخل والمخارج في ذا المسجد. فاختار يوم الجمعة لأن يوم الجمعة معروف بأنه عيد للمسلمين، فأغلب المسلمين يكونوا في المسجد يصلون. ويوم الجمعة الظهر الناس طبيعية راحت المسجد ظهر جمعة، وتعرفون اللي يقرأ قرآن، اللي يتعلم، اللي المهم، والإمام كان يستعد للخطبة، والمهم كان الجو روحاني مرة. وفي نفس الوقت وصلت سيارة لمحيط المسجد، نزل منها رجل هادي جدا، وكان معاه معدات شايلها، وكان متجه للباب الرئيسي، ودخل المسجد ولا في ثواني بدأ الهجوم. صوت طلق نار، والمهم من جو روحاني وهدوء إلى جو طلق نار وبوب. فوقت المصلين مو دارين يعني إيش قاعد يصير، في الأخير قاعد تصلي ما راح تقطع صلاتك، فما غير يسمعون صوت يعني ضرب، ولا وشوي والمصلين بدوا يلاحظون بأنه في يعني ناس جنب يطيحون وذا. فهنا صار صراخ وجري واو. المهم وذا قاعد في نص المسجد، ورغم الخوف الشديد ولا بعض المصلين حاولوا انهم يعني يدخلون فيه ويساعدونه، وفهمت كيف، واللي بعضهم ساعدوا الجرحى، وبعضهم راحوا عند الابواب ويعني يفتحونها وذا، والبعض احتموا ورا الاعمده. والمهم كان الموضوع مره مخيف، ويقول لك في واحد تظاهر بانه ميت عشان فهمت تمشي الامور معه. والله هنيك الصراحه فكره مره ذكيه. والمهم استمر الهجوم لمده دقائق، لكن الناس يعني من كثر الرعب ذا اعتبروها ساعات. فالمهم شاف الامور انها هدت، خرج برا المسجد وركب موتره وتوكل على مكان ما نشوف بعد، فساق سيارته لمركز ليرونولد الإسلامي. دخل المسجد نفس الموضوع يوم جمعة، الناس تصلي، فالحبيب تحمس ودخل عليهم ورشاهم. ولكن ذي المرة صار شيء مختلف، أحد الموجودين واجهه بشجاعة واستخدم أي شيء حوله عشان يوقفه وذا. فهذا الشيء يعني أربك المهاجم، والموضوع ذا قلل الضحايا، يعني مو مثل مجد النور. فوقتها المهاجم خاف وشرد برا المركب، فبلغوا الشرطة، والشرطة ما قصرت وصل، وطاردوه في الشوارع يمشي منه والشرطة منه. والمهم ليه ما بالغصب وقفوه وألقوا القبض عليه. فالعالم وقتها كانوا يتابعون الأخبار ومصدومين من ذا الشيء، والهجوم أدى ل 51 قتيل ومصابين وصدمة المجتمع. المهم كان واحد من أسوأ أيام نيوزيلندا، ووقتها رئيس الوزراء حق نيوزيلندا ذا راح يزور عوائل الضحايا. ومن بعد ذي الحادثة نيوزيلندا صاروا يعني يسووا قرارات للأسلحة، إنهم هم من كل جاء شل سلاحه وقال يا، وبس. دي كانت الموضوع يعني، ويلا مع السلامة.